خرجت الفنانة منى فاروق عن صمتها وقالت في تصريحات صحفية عن أزمة فيديوهاتها الأخيرة. قالت هي ابتلاء كبير واللي ربنا بيحبه بيبتليه، وقالت كمان إن كان في جواز في الفترة دي، بس أنا تعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا وفي أهلي. وكمان تبعت وقالت حكموا عليا بالإعدام وأنا على وش الدنيا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان ظلمني. أما بقى بالنسبة لمنى فاروق فهي من الوجوه الشابة اللي قدمت مسلسل الأب الروحي الجزء الأول، وبعد العمل ده اتواصلت أعمالها وشاركت في أدوار مهمة بمسلسل ظل الريس ورحيم للنجم ياسر جلال، والمسلسلين كانوا حققوا نجاح كبير جدا، وكمان معاهم مسلسل قيد عائلي. وأحدث أعمال الفنانة منى فاروق اللي شاركتها هي مسلسل أيام، واللي كان من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وبطولة حرية الفرغلي وشيري عادل وأحمد صفوت وسلوى خطاب وميدو عادل ومحمود حجازي ورياض الخولي وندى موسى ومي القاضي وحجاج عبد العظيم ولقاء سويداني وسماح السعيد وحنان يوسف وصفاء جلال. وكانت كشفت الفنانة منى فاروق في تصريحات إعلامية إن هي بترفض تقديم أي مشاهد جريئة أو خارجة مهما تم العرض عليها من مبالغ مالية، وقالت أنا محترمة وعمري ما عملت مشاهد خادشة للحياة أو خارجة، ومش هقبلها في مستقبلي الفني حتى لو ب1,000,000 جنيه. وقالت كمان انه اتعرض عليها ملايين علشان تعمل وقالت منى فاروق لو تعرض عليا ملايين علشان اعمل اي مشهد فانا مش هوافق، ولو اتحطيت في موقف ان لازم اقرب من مخرج او منتج علشان اخد دور حلو فمش هعمله. وكمان كشفت منى فاروق انها لو كان عندها بنت فكانت هتمنعها من دخول مجال الفن، وكانت هتوضح لبنتها او كانت هتكون موضحة انها مش هتدخلها في هذا المجال. خرجت الفنانة منى فاروق عن صمتها